عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مباراة فيوتشر المصري والبيراميدز المصري، بس المرة دي مش في الدوري المصري، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. إن شاء الله المباراة الاتنين أنت عارفين الاتنين واقعين في مجموعة واحدة مع بعض، ومعاهم الجيش الملكي المغربي وإسكوكار التوجي. المباراة إن شاء الله تقام يوم الأحد 19/2 الساعة 6 مساء على قناة بين سبورت. طبعا انتوا عارفين الاتنين فيوتشر أول مرة توصل لدوري المجموعات اللي هي دور ال16، أما بيراميدز وصل تقريبا حوالي 4-5 مرات قبل كده. فيوتشر طبعا جاي من تعادل على أرض سكوكار 1-1، تعادل ولا أروع من كده. فيوتشر طبعا متعادل على أرضه في مصر مع الجيش المغربي 2-2 بعد مباراة جميلة وشيقة. تقدم مصطفى فتحي في الثانية 21، وبعد كده اتعادل الجيش، وبعد كده تقدم الجيش وتعادل عبد الله السعيد في الدقيقة تقريبا 80 من هدف صاروخي. فتعتبر مباراة الاتنين مع بعض تعادل يفيد الاتنين، فوز يفيد أي فريق يصدره. ممكن تكون مباراة جميلة ما يكونش فيها شد عصب كده وعصبي ما بين الفرقتين عشان هما من مصر، فهيكون ده عاوز يفوز ده. الاتنين في الدوري ماشيين بخطى ثابتة، ده التاني وده التالت، فتعتبر مباراة هتبقى من أجمل مباريات أفريقيا عامة، سواء دوري أو في أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية. يعني الاتنين هتبقى مباراة شيقة ما بين الاتنين ليهم لعيبة منتخب مصر عاملين شغل يعني هنا وهنا. أفضل لعيبة الدوري حاليا بعد الأهلي والزمالك. هتبقى مباراة جميلة جدا جدا، وإن شاء الله بالتوفيق للي يأدي في هذه المباراة. وده كل ما لدينا في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.